بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنعمل مع بعض صينية سمك خطيرة، يعني بجد بتتبيلة حلوة قوي. تتبيلة من تحتيها، من تحت السمك، وتتبيلة جوه السمك مختلفة، بس الطعم في الآخر رائع بجد. ده سمك مكاريل، وانا اول مرة في حياتي اجرب سمك المكاريل بصراحة، وهقول لكم على تجربتي عجبني ولا ما عجبنيش. بصوا السمك لونه من جوه ابيض، شارب من التتبيلة حلو قوي. حاطة طبعا تحتيه طبقة خضار حلوة قوي كده، ومن جوه السمك نفسه تتبيلة حلوة، وشرايح الليمون. الطعم كله مع بعض ميكس كده حلو قوي، ومن غير اي مادة دهنية. اعتمدت على ان السمك دسم شوية. طبعا تقدري تقدميه مع رز، انا عاملة رز صيادية، عاملاه بالرز البسمتي عشان تبقى اكلة صحية متكاملة حلوة قوي اهو. وبصوا السمك دايب من جوه، وما اخدش نص ساعة في الفرن سوا. والخلطة طعمها خطير مع الرز، يعني الخلطة اللي تحت السمك واللي جوه السمك كمان بجد خطيرة. يعني بجد جربوا الطريقة دي، سواء كان مكاريل أو بوري بنفس الطريقة دي حلوة قوي. يلا نشوف عايزين ايه. عايزة طماطم وفلفل حامي وفلفل رومي، وعايزة كرفس، وعايزة شوية شبت وتوم وبصل وجزر مبشور وشوية بقدونس. والكرفس مهم جدا في الوصفة دي. تمام. التوابل بقى شوية توابل سمك لو عندك، كزبرة وكمون وشطة وملح. وعايزة كمان توم لوحده وفلفل حامي وليمون، عصير ليمون. هنزل بقى في الصينية اللي انا هعمل فيها بالخضار بتاعي كله، وبعدين انزل بالتوابل بتاعتي نصها، عشان نصها احطها في السمك نفسه، ونصها كده. لو عندك توابل سمك حطي، ما عندكيش مفيش مشكلة، اكتفي بالكمون وكزبرة وشطة وملح طبعا. وانزل بايه، بالخلطة كلها وشوية ملح كده، واتبله كويس قوي. واجهز بقى الخلطة بتاعت حشو السمك. حطيت التوم والفلفل الحامي وبقية التوابل، نفس التوابل اللي انا حطاها في الخضار بتاع السمك. تمام كده. وكمان عصير الليمون، واقلب كله على بعضه. انزل عليهم طبعا بالسمك، وده سمك زي ما قلت لكم مكاريل، غسلاه ومصفيه كويس قوي، ومخليه حلو جدا طبعا، ريحته مش زفره خالص. قلبت فيه التتبيله كلها، وبقيت افتح السمك من جوه وادخل الخلطه من جوه عشان يشرب منه. حطي ليمون كتير عشان السمك بيحب الليمون يعني. السمك والكزبره الخضراء والليمون بصراحه، وكزبره ناشفه بيبقى رائع. الخلطة اللي انا عملتها، اجيب السمك اللي انا تبلته وابدا ارصصه كده اهو. مش هحط له ولا زيت ولا احط له اي مادة دهنية. ارصص السمك، واكون مجهزة الفرن طبعا على درجة حرارة عالية على الرف اللي في النص. رصصت السمك كله، وفي النص كمان هحط بقية السمك، واكون مجهزة الفرن بدرجة حرارة حامية. خلاص كده. وابدا بقى اجهز بقية الصينية. اجيب شوية شبت واحطهم فوق الوش كده. خلاص كده. وكمان اجيب شرايح ليمون واحطهم فوق السمك. بس كده الصينية عندي جاهزة، مش محتاجة غير اني اجيب ورق فويل واغطي الصينية كويس قوي، لان البخار بيخلي السمك مستوي زي الزبدة، يعني بيخلي بجد السمك مستوي بطريقة حلوة قوي. خلاص انا هجيب ورق الفويل واغطي بقى الصينية بتاعتي دي قبل ما ادخلها الفرن اهو. غطيتها كويس جدا. ادخلها الفرن هتاخد نص ساعة بالظبط، وممكن تاخد اكتر في فرنك لو فرنك مش حامي. طلعت الصينية زي ما انتم شايفين كده. السمك دايب يعني بجد، ولحمه من جوه ابيض. انا عاملة نفس الطريقة دي، بس السمك بحاله مش مقطعاه، بس بوري في القناة عاملاه. وطبعا السمك البوري مختلف، يعني ده طعم وده طعم. بصوا السمك لونه حلو، طعمه حلو. والمكاريلي فيه اوميجا 3 وفيه حاجات يعني فيتامينات مفيدة جدا للجسم. فهو سمك صحي، ممكن تجربيه. ولو حابة تجربي اي نوع سمك تاني بنفس الطريقة دي، جربي. حلو قوي وبيطلع دايب. الخلطة اللي تحت تحطيها على الرز مع الخلطة اللي جوه السمك بجد حلوة قوي اهو. قدمته معاكي مع رز. والوصفة سهلة وبسيطة وجميلة، يعني تقدري تعملي بأي نوع سمك انت عايزاه نفس الطريقة دي ونفس الخلطة دي. يا رب تكون الطريقة بتاعتي عجبتكم، وهي تكون بسيطة وخفيفة. واللي يجرب وصفتي بألف هنا وشفا ليه.